للبحث عن أصولهم، ولكن هناك من يلاحقهم ولا يتوانى عن فعل أي شيء لوضع يديه على أقوى مدن الذهب الغامضة وثرواتها. إسبانيا خلال القرن السادس عشر، سجن برشلونة. استبان! قبل ذلك ب6 شهور في أدغال الأنديز. لا أستطيع، هذا خطر. نفذ يا مايوكا، العمل يقرر. انتبهوا! لن يأتي معي سوى الإنكا. أخبرني ماذا كتب هنا؟ حول العالم لن يتوقف الناس عن البحث عن مدن الذهب ال7 التي تضم أهم أسرار مو ال7 الشهيرة. أعرف كل هذا. ماذا كتب غيره؟ تكلم. ستدلكم أشعة الشمس على الطريق. أجل. إنه فارغ. ماذا كان في الصندوق؟ خريطة. من أخذها؟ إذا أردت أن تنقذ قريتك أخبرني بما تعرفه. جاء 3 أطفال إلى هنا. أطفال؟ كما في الأسطورة. عثروا على إحدى مدن الذهب ولكنها كانت مدمرة. أريد أن أعرف كل شيء عن هؤلاء الأطفال. لا أرجوك، قلت لك كل ما أعرفه. لا لا. برشلونة بعد 6 شهور. أبحر
سحرت في مركب قراصنة وتركت خطيبتي على البركان القبطان قاسيا. عبرنا معه البحار السبعة. إنها رقصة البحار السبعة، نبحر إلى وجهتنا. إنها رقصة البحار. نحن في منتصف الليل. إنها حركات البحار السبعة التي يقوم بها البحار العطشة. إنها رقصتي ورقصتك، رقصة العطشة. وعلى سطح هذا المركب القديم. حان الوقت. تاو، ماذا تقول خريطة ريكو؟ البرج الأيمن. استبان، لا تقلقي زيا، سأكون بخير. والآن فئران، هل سمعت هذا يا مندوزا؟ فئران، لماذا لا تريد أن نتكلم مع زاريس؟ وعد بأن يطلق سراحنا. نعم، إنه محق، كما أن الصغار ليسوا عرضة للخطر. لا بد أنهم يمرحون الآن، بينما نحن محبوسون هنا مع الفئران. هل نسيتم أن زارس هو من استولى على ذهبنا وحبسنا هنا؟ ذهب؟ نعم، كل الذهب الذي أحضرناه من العالم الجديد، وكنا أغنياء، أما الآن فنحن فقراء. سوف يقع. أجل، أحسن، استبان. أنتم محظوظون، على الأقل زارس يعرف أنكم أحياء. أما أنا فمسجون هنا منذ 4 سنوات. بيدرو، لا أريد أن أصبح مثله. نعم، ربما يمكننا أن نتحدث قليلا مع زارس. لا يمكن الوثوق بشخص مثله، سيقضي علينا بمجرد أن يعرف ما يريد. من هنا؟ من هنا. دوري الآن. غطوا آذانكم. يبدو أن البارود دفعني بعيدا. في مكانك، لا تتحركي. من أنت؟
أنا فتاة مسكينة فقدت. أعتقد أنه سينام طوال الليل، ولكن بقية الحراس سيصلون قريبا. انتظروه. نعم. مندوزا، سانشو، بيدرو. إنهم الصغار. ماذا تفعلون هنا؟ جئنا لتحريركم. نعم. كيف عرفتم مكاننا؟ ريكو، ذهبنا إلى مطعمه للبحث عنكم وأخبرنا بكل شيء. أيها الصغار، ستطلقون سراحي، أليس كذلك؟ صوت الانفجار جاء من هنا، أسرعوا! أرجوك اهدأ، تستطيع أن تفتحه. من هنا بسرعة. انتظروا، ماذا عني؟ أخرجوني من هنا، أستطيع أن أدلكم على مخرج. كنت حارسا هنا قبل أن يسجنني زارس. حارس؟ إذا لابد أنك تعرف مفتاح الزنزانة. إنه هذا. الطريق آمن. ألن تأتي؟ لا تقلق علي أيها الصغير، سأقفل البوابة كي لا يستطيع الحراس أن يخرجوا لملاحقتنا، وبعدها سألحق بكم. استبان، أسرع! ابتعد عني أيها الطائر المزعج! ابتعد عني! أسرعوا! أنتم توقفوا توقفوا! سجناء زارس يهربون، انتبهوا! هيا استبان! انتبهوا. استبان، انزل فورا! لا! أريد أن أعود إلى زنزانتي. الفئران أرحب من الرصاص. أطلقوا النار! إنهم عديمو الفهم، كانت أوامركم واضحة. هيا بسرعة! مندوزا، الرجل الذي كان يلبس الرداء هناك فوق على المتراس، من هو؟ هو من أحضرنا ليحقق معنا. يدعوه البعض الرجل الغامض، اسمه الحقيقي زارس. ولكن لماذا اعتقلكم؟
لم يذكر السبب، لكنني أعرف ما يبحث عنه. مدن الذهب السبع. هو أيضا؟ هذا يعني أنه يعرفكم. أيها الصغار، مندوزا، لا أستطيع أن أصدق أنكم نجحتم فعلا. لماذا عدتم إلى برشلونة؟ استبان يريد أن يتكلم معك. هل يتعلق الأمر بمدن الذهب الأخرى؟ وهل عثرتم عليها؟ لا يمكن أن يكونوا قد ابتعدوا. هيا من هنا، اتبعوني. ستخرجون من المدينة عن طريق هذا الممر. شكرا ريكو. بالتوفيق. يبدو الوضع آمنا. أقترح أن نمضي الليلة هنا. وغدا مع بزوغ الفجر ننطلق إلى النسر العظيم. العودة إلى الماضي الرائع. أجل، وأين خبأت ذلك النسر الرائع؟ ليس بعيدا من هنا. اكتشفنا في قلب الغابة مكانا يحتوي على تمثال ضخم لأفعى مغطاة بالريش، وتحتها نفق سري، وعثرنا على صندوق فيه خريطة غريبة. أستطيع رؤيتها؟ هيا تاو، عثرنا على هذه، سوف يساعدنا. إنه خبير خرائط، سيفك رموزها بسهولة. نحن قادمون يا مدن الذهب. لم أرى شيئا كهذا من قبل. لا. يبدو أن هذه الخريطة تختلف عن غيرها من الخرائط. قد أستطيع فك رموزها، ولكن هذا قد يستغرق وقتا. والآن يجب أن تناموا. سأتولى الحراسة. أنت تأمر ونحن نطيع أيها القائد. أردت أن تتكلم معي؟ نعم. هل تذكر الرجل الذي كان يضع قناعا ذهبيا، والذي قابلناه عندما اكتشفنا أول مدينة؟ نعم، أتذكره بالطبع. كانت كلماته الأخيرة أثناء احتضاره غريبة جدا. ما زلت أذكر دفء يديه وهو يضعها على خدي. استبان، لا تحزن، ويجب ألا تقلق. لديك أيضا طريق عليك أن تتبعه لتصبح الابن الشجاع فعلا يا بني. الابن علي أن يتفوق على أبيه. بالمناسبة، هل تعرف من أسماك استبان؟ إنه اسم رائع فعلا. إنه يناسبك حقا. ينتابني كابوس كل ليلة تقريبا، أرى نهايته قريبة. مندوزا، هل كان هذا الرجل هو أبي؟ قضيت فترة مع رجال آخرين، ربما سمعت شيئا. إن كنت تعرف أي شيء أخبرني أرجوك من فضلك. كان الكثيرون يسمون هذا الرجل المعلم الجوال. نعم، إنه أبوك. شكرا مندوزا.
ماذا حدث يا بيتشو؟ ماذا؟ استبان اختفى؟ ما سبب اهتمام الغامض زارس بأبطالنا؟ وهل له علاقة باختفاء استبان؟ اركضا، تعرفان مكان اللقاء. الأصدقاء العثور هيا علينا عليه؟ أن نفكر في استبان. أسرة؟ ستعرفون هذا في الحلقة القادمة من الأحلام الذهبية.